السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبأحسن حال يا رب العالمين. وحشني كتير. لا انا عارفه ان انا بقيت اغيب كتير وما بقتش بصور زي الاول. بما طبعا عشان اولا واخيرا القناه يعني مش مشجعاني قوي. بس انا برضو يعني كنت بحب التصوير وما زلت بحبه، بس بقيت اكسل قوي لان طبعا ما فيهاش حاجه، يعني ما بيبقاش، ما فيش تحفيز كده. فده بيخليني بقيت يعني اكسل اصور كتير، طبعا في مسؤوليات بقى كتير زادت. ف... فده مع ده خلى الموضوع شويه. فحبيت كده ندخل مع بعض بروتين تشجيعي جميل. كنت عايزه اعمل المطبخ، حسيت ان هو بدأ اللي هو يزيد شويه، اللي هو انا عندي يعتبر هي حته واحده اللي بتزيد. والرخامات عندي هتشوفوها في الاخر كده، مفيش رخامه عندي طويله. ف... فرخامات عندي متقطعه. فده بيخلي على طول المطبخ عندي مش بحس ان هو مش منظم. مش زي ما اجيب مثلا فيديو على اليوتيوب اقعد اتفرج بقى والرخامه مترتبه ما عنديش انا الكلام ده خالص. الرخامات عندي على طول تحسها مش فاضيه، مش مترتبه، لان هي صغنونه وكمان قصيره، قطع قطع قطع. فبالتالي كل قطعه محطوط عليها حاجه، فالرخامه مش هاديه مع ان محطوط عليها حاجات اساسيه. يعني علب البهار فده اساسي ان هي تكون على الرخامه اصلا. العلبه بتاعه السكر والملح ده اساسي برضو ان هي موجوده على الرخامه. حاجات جنبي، يعني جنب استخدامي وجنب ايدي وجنب البوتاجاز كده. المطبقيه بتاعه الاطباق، الفرن الكهرباء. فكلها حاجات مش كتيره وفي نفس الوقت عامله زحمه في الرخامات، هشوفها كده في الاخر. انا اول حاجه كانت مضايقاني الشفاط. الشفاط كان متزايد قوي، رغم ان انا على طول، يعني مش على طول بناء على مش كل يوم يعني، بس كل فتره مش بعيده بقوم اخدها كده من غير تصوير من غير اي حاجه، واقوم منضفاه عشان ما يتعبنيش اما اجي اعمل تنظيفه عميقه شويه او كده. كنت جايبه مساحيق فكنت بفضيها. انا بجيب الاوتوماتيك من عند واحد يعني كده بيبيع القلي الاوتوماتيك بتاعه جميل جدا. هو على فكره مش رخيص يعني ولا حاجه، بس بجيب كيلو بكيلو 2 كيلو كده، اللي هو ما يبقاش مبلغ مره واحده، بمشي بيه الدنيا. بجيب برضو برسيل جيل اوتوماتيك، ده جميل قوي. بغسل بقى الهدوم الولاد بتاعه المدرسه، هدوم الخروج، اي حاجه حابه ان هي تكون ريحتها حلوه. في الدوره اللي هي نص ساعه دي بتخلي الحاجه طالعه ريحتها حلوه، مش بتبقى شطف وغسيل على طول فبتطلع الحاجه لسه بريحتها. حطهم انا في العلب دي، كانت علب بتاعه مساحيق يعني بتاعه مايوي وكده من زمان، فبحط فيها. وبجيب برضو كلوركس الالوان، سايب من عنده برضو جميل قوي، بينظف الفواتح. وبرضو باخد ساعات بستخدمه عادي مع الغوامق، ما احس ان في حاجه مثلا. ساعات بتلاقي في حاجه غامقه فيها زر ابيض، فيها زر ملون كده، فبستخدم الحاجات دي. بعد ما انا عبيت الحاجات قلت اروق بقى الرف اللي هما بيتحطوا عليه. انا الرف ده رف الموتيل. بما ان الظرف عندي، اللي كان عاملها تقريبا كان بيفكر من رجله، ما كانش المخ عنده ما كانش شغال، بيفكر من رجله. بجد في عمري ما شفت دولاب مطبخ زي بتاع ده. انتوا عارفين كان في مسرحيه كده لعادل امام كان الله يرحمها، كان اسمها ايه، سعاد نصر. سعاد نصر. اسمه الهمجي، لما كانوا قاعدين في بيت ضيق وكل هو ده ضيق، تحس ان انت بتلعبي فيه، مش مطبخ. مطبخ. الرف والضرفه ما بياخدوش اي حاجه، مش واخدين اي حاجه يعتبر يعني. دخلت بقى على بتاعه البهارات. انا على طول يا بنات وانا بستخدم اقوم رايحه جايه تحت الحنفيه كده واقوم شاطفاها مكان ايدي. ممكن تكون انت ايدك مثلا مطبعه مكان حاجه، حطي حاجه كده وانت بتطبخي. فبقوم انا جايه اقوم حاطه الحاجات اللي انا مستخدماها كده على جنب. وانا بشطب بقى الحوض والمواعين اللي هي كل 3 دقايق دي، اقوم شاطفاهم وملمعاهم، بحيث ان هم يبقوا متلمعين وبيلمعوا على طول. بحب كده. اول ما ادخل المطبخ الاقيهم بيلمعوا. شبه مثلا عندي النجف، انا بحب قوي لان انا عندي سقف واطي شويه، فالنجف يعتبر قاعد معايا كده، احنا اتنين قاعدين مع بعض. بحب اشوف النجف بتاعي بيلمع. فعلى طول المع اللي هو الكور دي المدلدله القصيره دي، بلمعها على طول عشان تبقى طول ما انا شايفاها كده قاعده بتلمع. بغض النظر عن صوت بنتي اللي هي مش عارفه هي بتعمل. هي مش بتعيط عيط عادي، انت عارفه، هي بتجعر حرفيا، هي طول النهار كده بتعيط يعني بلا هدف، بسبب ومن غير سبب، لحد عدى من جنبها بتعيط. لو حاجه مثلا وجعها يعني حاجه صغنونه، مش بتعيط عيط عادي، لا، طول النهار بتعيط. فيها حرفيا ما بتبطلش عيط طول النهار وطول الليل لحد ما تنام، من ساعه ما تصحى لحد ما تنام. انا الصغيره يعني لكميه الناحيه دي، بس هي خزان احزان ماشي على الارض. اي والله. فنتغاضى بقى عن صوتها اللي طالع ده.
عند مش عارفه الصوت جاي ايه، اخوها بقى يعني شغال السيمفونيه قصادها كده. ملناش دعوه بيها. كنت حابه ان انا اغير بقى الورق ده لانه خرم كده. بينفعني ساعات اما بصور، انا حتى ما بقتش اصور، يعني مثلا ما بصورش اما بيجي له اوردرات ما عدتش بصورها، بيجي له اوردر تورته او كده ما عدتش برضو بصوره. انا بقيت فاقده الشغف انا فاقده الشغف، انا بقيت فاقده حاجات كتير قوي مش عارفه مالي. المهم كنت عايزه اشيل الورق واجيب ورق غيره، فقلت بقى ايه، انا عايزه اظبط الكورنر والزق الحاجات اللي انا كنت جايباها معاكم، بس مش عارفه اعملها دلوقتي ولا اعملها على العيد. اذواق رمضان، الزينه بتاعت رمضان بقى هنعلقها في المطبخ وكده، فمش عارفه والله. او استنى بقى للعيد. عايزه اجيب الورق الرخام برضو، مش عارفه انا يعني الوقت بيعدي وما بجيبش حاجه. عايزه اجيب ورق للرخام وعايزه اجيب ورق للترابيزه بره، اظبط الترابيزه لان شكلها بشع وما بعملش حاجه. عارفه مش بعمل حاجه، اليوم بيروح وبيعدي وانا مش قادره انجز حاجات كتير. انا طول النهار على فكره بشتغل، وطول اللي بشتغل زي اي واحده، وبس مفيش انجاز لاي حاجه. اسفه طبعا على المقطع ده، الاضاءه مش عارفه ايه اللي حصل لها تقريبا، يعني ايه الشمس ضربت بقى في التليفون عشان الشباك فعملوا الاضاءه دي، فانا ما شفتهاش والله غير وانا بمنتج. فقلت ابدا لازم اشاركها معاكم، ابدا ابدا لازم كل حاجه احطها ما اشيلش حاجه ابدا، ده مجهود. انا يعتبر ده مش تنظيفه اللي هي العميقه قوي. انا بجيب الظرف بتاعه المطبخ، بعملها كلها بكل حاجه هي فيها مره في السنه. بيكون على تنظيفه رمضان. تنظيفه دي انا هعتبرها تنظيفه رمضان لان الجو بجد ساقعه جدا، مش مشجع على اي حاجه. انا حتى في العيد ان شاء الله انا هلم البيت كده لمه سريعه مش قوي، لان الجو يعني لو الجو فضل على كده، لو حاسس ان هو اتحسن شويه برضه هعمل التلميع اللي هو العادي، بس هجيب بقى في الصيف بقى باذن الله او على العيد الكبير من غير ما اقطع يا رب. ممكن اعمل ايه بقى التنظيفه العميقه دي. الجو الحر على فكره بيشجعك على التنظيف والترويق وكل حاجه. وتشيلي وتحطي وتبهبدي بقى شيل السيراميك كده ونمرش تحتيه. لكن الشتا لا، يعني انا كنت عامله المطبخ ده في يوم ما كانش لسه الجو قلب اللي هو السقعه الفظيعه دي، كان الجو عادي خالص وكويس. قلت ان انا هعدي على الحاجات اللي فيها استخدام دي مره سريعه كده والمع المطبخ من بره. لكن اللي من جوه لا مش الوقتي. وهو الحاجات اللي انا بستخدمها فبالتالي بتتغسل على طول وبتتلمع وكده. الحاجات اللي انا مش بستخدمها قوي بستخدمها مثلا لما بيكون جاي لنا ضيوف، حاجه زي كده، ما بيجيلناش ضيوف كتير فهنسيبها بتربها للوقت ما بيجيلناش ضيوف كتير ان شاء الله بقى نبقى نلمعها بعدين، يكون ما يجيلنا ضيوف مش عقاب، مش هنلمع لما يجيلنا ضيوف. فالبهارات، علب البهارات، الرخامات، ورا البوتاجاز، الشفاط، الحيطه اللي فيها الزيوت، الحاجات دي كلها انا عديت عليها زي ما انتم شايفين وانا عملتها كده معاكم. الفرن الكهرباء زي ما انتم عارفين انا عندي الشمعة اللي فوق مش شغاله بقالها فتره، وانا مش عارفه بصراحه مين اللي يصلحها، وسالت كذا حد مش ما فيش حد بيدلني على حد يكون موثوق فيه، لان انت ممكن تودي الحاجه لواحد يقوم مبوظها اكتر. فانا عايزه حد يكون موثوق فيه. الفرن كان نافعني جدا وكان بيوفر عليا في البوتاجاز وكده، اما بيكون الانبوبه بتعملها معاه وتقوم مشطبه فجاه بقى، وكنت بعمل فيه على طول كان اقرب لي وكنت بعمل الحاجه على قدي. فشغال من تحت بس بستخدمه بس في التسخين لما اكون عايزه اسخن حاجه بس بستخدمه فيها، لكن انا اخبز فيه زي الاول ما عدتش بعرف عشان حكايه من فوق دي، لان انا مش هعمل مثلا مش هشغله من تحت واقوم رايحه مثلا في الفرن البوتاجاز عامل من فوق، لا ما هو يعني مكان واحد بس، فهو عشان تسخين وكده فانا لمعته من بره. لكن هو من جوه انا برضو بلمعه كل ما بسخن فيه حاجه بقوم ملمعه كده تلميع على السريع. انا بقى دلوقتي مستخدمه الفرن ده كحفظ الطعام، اي حاجه احب احفظها يعني بدل ما اغطيها اقوم حاطاها في الفرن ومقفله عليها، بما انه طبعا ازازه على الرخامه وكده فبشوف اللي فيه، فبقيتش بستخدمها كحفظ الطعام. بتاعه البهارات دي احلى حاجه فيها ان هي بتتلمع بسرعه، بتلاقيها بتلمع كده وبتبرق 3 دقايق بالظبط، مجرد انت تشغلي بس البوتاجاز يجي عليه شويه بخار هب وكده تلاقيها اتوسخت تاني. ما عنديش مكان بعيد احطه فيه، يعني ما عنديش مكان تاني ان انا احطه فيه، الظرف عندي كلها مليانه زي ما قلت لكم انا اصلا مش بتاخد حاجه. ف وانا يعني بستخدم شاي حاجات من دي فعايزاها تبقى قريبه. لا زي ما قلت لكم كده برضو لمعت كل الظرف من بره، بجيب فوطه. الفوطه دي كنت جايباها زمان، كان زمان قوي كانوا ال5 ب10 بس بصراحه تحفه. انا سايبه عندي فوطه لكل حاجه، يعني فوطه بيها اعمل بيها البقع بتاعه السجاد والمفروشات،
عندي فوطه زي دي كده للمطبخ، وباخدها معايا في الشبابيك والبلكونات، وما بكون بلمعها التلمعه بتاعتي. كان عندي برضو يعني كنت مستخدمه اتنين تانيين قبل كده برضو، بس خلاص بقى العمر الافتراضي لهم خلصوا، عايزه اروح اجيب منهم تاني، بس مش عارفه الوقت بقوا بمبلغ، يا حبذا ما يكونوش غلوا كتير يعني، حتى لو بقوا ب20 معقولة بيبقى شغلة من كده، مش عارفة. بس كانوا جمال قوي. كنت كمان سايبة كانت فوطة منها، كنت بس بوديها مع بنتي ما كانت في الحضانة، تلف بيها الكوباية بتاعتها، لو عايزة تنشف بيها ايدها، كانت طبعا يعني نظيفة جديدة ما كانش فيها حاجة. اما خلصت مش عارفة لو اديتها فين مش عارفة. لمعت كده التربو برضو انا يعتبر مفيش في استخدام غير الدرج اللي بيبقى فيه البصل والبطاطس، وعامة اما بحس ان هو متوسخ بقوم ملمعاه كده على السريع. الحاجة طول ما انت ايدك فيها بجد مش بتاخد منك وقت في التلميعات دي. احنا بناخد مجهود قوي، وعايزه اقول لكم ان انا قعدت طول اليوم بعمل في الحاجات البسيطه دي. انا مسرعه الفيديو كتير جدا، وفي حاجات كتيره ما كملتهاش وكده. زي ما انتم شايفين، زي ما قلت لكم الرخامات عندي متقطعه، فبيبان ان هي مش مرتبه، بس بجد ما انا برتبها والله وبعملها كل يوم، بس هي بيبان كده يعني. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. يا رب يكون عجبكم وتشجعتوا مني ولو بحاجه بسيطه. ولو عجبك الفيديو بتاعي وكنت اول مره تشوفيني، متنساش تعملي لايك واشتراك في القناه. يمكن القناه في يوم من الايام تكون 1000 مشترك، لو بعد 10 سنين باين او حاجه. الان بقالي 3 سنين او 4 سنين مش فاكره والله، من زمان يعني. لعل عسى في يوم من الايام كده تبقى 1000 مشترك حتى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.